السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتكم وصفات مع نبيلة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الكيك الاسفنجي اللي كيجي رائع بمذاق البرتقال. على بركة الله غادي نحتاجو 4 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. غادي نضربوا هذوك 4 البيضات مزيان كما كتشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نضيف عليهم كاس ديال سنيده العباره بالكاس ديال العنبه كيهز لنا 100 غرام، وغادي نخلطوا مزيان هذيك السنيده مع البيض. وغادي نضيف هنايا عندي قشور البرتقال، ديروا يعني القشور ديال الليمونه كامله، تحاولوا غير ما تاخذوش ديك القشره اللي تتكون يعني بيضاء، تاخذوا غير ديك القشره الفوقانيه. هنا زدت واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نضيف كاس ديال عصير البرتقال، نفس الكاس باش عبرنا الزيت وسنيده. هاد العصير ديال البرتقال والقشور ديال البرتقال اللي كيعطيونا واحد النكهه زوينه بزاف لهذا الكيك هذا. هكايا الفطور او يعني هكا الكوتي راه كيجي زوين بزاف هذا الكيك وبحجم عائلي. كما شفتوا معايا ضفت الكاس ديال الزيت واستمروا في التحريك، يعني خلطوا مزيان دوك المكونات. هنا غادي نبقى نضيف الدقيق يعني بالتدريج. ضروري تغربلوا الدقيق باش يجيكم الكيك ديالكم مهويه. صافي غادي نبقى نضيف هكا الدقيق كما كتشوفوا معايا بالتدريج، غنخلط ونعاود نزيد كميه اخرى ديال الدقيق. صدقوني هاد الكيك راه جا رائع رائع بنين بزاف بنكهه البرتقال وجا خفيف. كنتمنى انكم تجربوه. اللي بغات تستعمل يعني الدراب الكهربائي ولا الخلاط الكهربائي ممكن دير هادشي كله في الخلاط الكهربائي ولا الخلاط يعني الكهربائي ديال باش كنديروا لا كريم. انا استعملت هنا غير الدراب اليدوي. صافي هنا عاودت ضفت الدقيق. المهم القوام ديال الخليط ما خصوش يكون ثقيل بزاف وما يكونش عاوتاني خفيف بزاف كما غتشوفوا معايا. تحاولوا انكم تخلطوا مزيان هكا بالدراب. الان غادي نضيف الخميره ولا البيكنج باودر. هنا المجموع ديال هاد الجوج ديال الساشيات هو 16 غرام. وغنضيف هذاك الدقيق اللي بقى عندي، يعني هاد الكميه نيت اللي حطيت ديال الدقيق هي اللي استعملت. صافي وغادي نخلطو مزيان هذيك الخميره باش تخلينا في العجين. كيك اللي هو عادي غير هو بهذا المذاق ديال يعني البرتقال راه كيجي رائع بزاف. صافي هذا هو القوام ديال الكيك كما كتشوفوا، ما ثقيلش بزاف وماشي عاوتاني خفيف بزاف. انا هنا غنبقى نخلطو مزيان باش تذوب لينا هذيك الخميره وتجنس لنا المكونات. بالنسبه للمول اللي استعملت، انا استعملت هذا المول هذا، دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نوضع فيه الخليط ديال الكيك وغندخلو للفران. كنت مسخناه من قبل يعني على درجه متوسطه، ما يكونش الفران سخون بزاف. صافي هذا هو الكيك بعد ما طاب كما كتشوفوا معايا، بعد ما تحمر وطاب. قبل ما تخرجوا الكيك ضروري ديروا واحد هكا واحد السكين باش تعرفوا تدخلوه في الكيك باش تشوفوا الا خرج لكم مازال فيه العجينه راه الكيك مازال ما طابش من الداخل. غادي تزيدوا تخليوه يطيب، تخليوه تشعلوا عليه من التحت باش يطيب. وإلا خرج لكم السكين هكا نقي يعني راه الكيك ديالكم طيب. انا دهنته بالمربى ديال المشمش، الكونفيتور ديال المشماش، دهنت الوجه ديالها بالكونفيتور ديال المشماش. كيبقى لكم الاختيار دهنوه بالعسل ولا اي حاجه بغيتو، غير هاد الكونفيتور ديال المشماش كيتواتى مع
البرتقال اللي درنا فيها. هنا خديت اللوز ايفيلي حمرته واحد شويه في المقله وزينت به. ممكن تزينوا بالكوك او بكاوكاو مهرمش، كيبقى لكم الاختيار. صدقوني راه هذا الكيك كيجي رائع رائع بزاف. كنتمنى تجربوه بهذه المقادير اللي عطيتكم، وراه الحجم ديالو كبير يعني حجم عائلي. تحضروه للضيوف ديالكم او لا هكا الفطور ولا الكوتي، كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة الا كنتوا اول مرة كتشاهدوها، وتنضموا لينا باش تكبر الاسره ديالنا ان شاء الله باذن الله. وما تنسوش تزوروا القناه تشوفوا العديد من الوصفات اللي سبق ليا وتقاسمتها معكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.